أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامج حديث الذاكرة. وموقع تواصل الإخوان يحييكم من مدينة بني سويف، حيث نلتقي مع فضيلة الحاج محمد عبد الحافظ الشهير بالحاج محمود الأسيوطي، وهو من قيادات الإخوان ببني سويف، بالقيادات التاريخية في بني سويف، ليحدثنا عن تاريخه بجماعة الإخوان وتاريخ الدعوة في بني سويف من سنة 53. نعم 53 من سنة 53، وقت وتعرف على دعوة الإخوان في بني سويف. مرحبا بك فضيلة الحاج. اهلا اخ مصطفى، مرحبا بك واهلا وسهلا. الله يرضى عليك. بداية موقع تراثي يرحب بحضرتك، ونحب نتعرف على حضرتك من البطاقة الشخصية، المواليد والأولاد والزواج والتعليم والوظائف الإدارية. بعد كده هنخش على التعرف على الإخوان. اتفضل. اخوك محمود من مواليد 1930 20/11/30 بالضبط، 20/11/30، وتزوجت سنة 60. أنا كان عمري حوالي 30 سنة، برضو من أسيوط، لأن ما كانش الحجاب انتشر في بني سويف، وربنا الأرزق تزوج من أسيوط برضو. ثم ربنا رزقني من زوجي ب4 مواليد قبل الاعتقال و2 بعد الاعتقال، حتى سنة 65 كان رزقنا ربنا ب4 مواليد، 3 إناث وذكر. ثم بعد ما طلعت في 71 ربنا رزقنا مولودين ذكر وأنثى، فمواليد أولادي 4 إناث كلهم متزوجين الحمد لله من إخوان، وذكرين ثم تزوج الجميع، وإن كان أصغر الذكرين لم يوفق فطلق زوجه منذ حوالي عام، وعيش معي هو وأولاده، رزق منها ب3 مواليد. أما البنات كلهم ربنا أرزقهم بمواليد، الأولى 7 والثانية 4 والثالثة 4 والرابعة 2، وأخفى على كده الله يهديه. أما بالنسبة للتعليم لسه أسامة بقى الزخم رزق بكام؟ أسامة رزق ب5 مواليد، وطارق ب3، والحمد لله ربنا يصلح لهم الحال كلهم. أسامة يسير في الدعوة الحمد لله، أما طارق فشغال في الفرن وظروفه يعني على قديه، مش وإن كان يهتم بالسياسة يحضر لنا كل يوم صحيفة الإخوان الحمد لله، الحرية والعدالة والحرية، يجيبها كل يوم يهتم بيها وتصفحها كل يوم. الحمد لله ربنا يتمم لنا كل خير. فدي تقريبا البطاقة الشخصية، ولا في حاجة تانية؟ أما بالنسبة للتعليم فالتعليم كان سبب الإخوان المعتقلات، ما كنتش أنا تعلمت، أعرف أقرأ وأكتب بس يعني. طلعت من المدرسة الابتدائية سنة 42، وما ما مشيتش بالتعليم، كان تعليم ابتدائي بس ويجي القراءة والكتاب. أما التعليم فسبب المعتقل، وإحنا في السجن الحربي جيت الإخوان حواليهم متعطلين، قلت لهم أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية كمان مش العربية.
قالت تعمل ايه باللغه الانجليزيه؟ كنت ادعو الى الله في امريكا وفي بريطانيا في اي دوله ما تعرفش غير انجليزي. قالت تحفظ ذاكر اعداديه بالمره. اعداديه طب ورياضيات واللغه؟ قالوا اسهل من الانجليزي. انا مش فاهم طبعا. فالمهم الحمد لله. فكان في اخ اسمه حلمي امين من اسكندريه، كان سكرتير شعب اسكندريه، ما اعرفش لسه على خير الحياه ولا لا. كان في سن كده. حلمي امين وليها اخوه اسمه ويدي امين، الاثنين ماتوا. وما نسمعش عنهم دول خالص. حلمي امين ده كان موظف الجمارك، وكان طالب في كليه الاداب، وكان سكرتير شعبة محرم بيه. محرم بيه. محرم بيه، انا كان في محرم بيه. فكان يديني كل يوم 50 كلمه انجليزيه احفظها، واذا قدمت ايه على اي ولا اي على ايه يزعل ويتخانق. والعيال الصغيره بتحفظ، انت يا اخي 50 كلمه وانا اضحك، يقول كمان بتضحك. قول يا اخي 50 كلمه الحمد لله حفظتها. فذكرت اغلب علوم الاعداديه ما عدا الرياضيات، قال لابد من منقله وبرجل وحاجه عشان ترسم دايره، ترسم مثلث، ترسم حاجه، لابد من ادوات. هي الوحيده اللي تاخرت. وطلعنا الحمد لله. كان اعتقالي في 19 اكتوبر 55، والطلوع كان في اوائل مايو 56. فكنت في الحاله دي كنت فاتح مطعم مخبز. تركت المطعم، كان يعني مش طمع فيه اخوي، سبته له ودخلت في المخابز. كنت فاتح مخبز، فطلعت الحمد لله من وانا اشتغلت في المخابز. فلما ربنا سهل ورزقت واحد امين يحرس المخبز، بدات اذاكر. فذكرت الاعداديه سنه 60 ونجحت فيها على طول الحمد لله، على بعضها كده كلها مع بعضها. وبعد 3 سنين خدت الثانويه العامه، بس ما جبش مجموع. كنت مش علمي، وكان علمي ياخد كل شيء، ما فيش تشعيب ده، رياضيات وعلوم وكذا نوع. لما كان علمي ياخد كل شيء. فكان الرياضيات 6 علوم، منها رسم هندسي نزلوه مرتين وبعدين شالوه. ما المدرسين نفسهم ما كانش بيفهموه، لولا الاخ حسن جود الله يرحمه شرحوا لي. قلت 15 ده حتى 10 12 بدل ما ماده 15 ده تضيع. والحمد لله حسنت الثانويه العامه ودخلت بها تجاره الازهر سنه 65. ف دخلت بها سنه 4 كان عمري 34 سنه، سنه 64. وجي صدر القرار باعتقال كل من سبق اعتقاله، وانا سابق اعتقالي. فاخذنا 6 سنين في السجن. فطلعت 71، كنت لسه في سنه اولى نجاح من السنه. كان فيها سنه اسمها سنه عشان خاطر يسووا بها الازهريين مع الثانويه العامه، كملوهم يعني. الثانويه العامه ناقصها حاجات شرعيه، والازهريين ناقصهم حاجات مواد رياضيه وحاجات. المهم فخدت الحمد لله 4 سنين وخلصت البكالوريوس سنه 75. وطلعت بتقدير كشعبة محاسبة بتقدير جيد. كان ممكن قدام اشتغل في الجهاز المركزي للمحاسبات، يعني كان لاي واحد شعبة محاسبة بتقدير جيد ياخدوه هناك، او الضرائب. قلت انا مش عايز فلوس، انا عايز فلوس بقى. انا لابد يا اما تعليم يا اما مدرس يا اما مش اشتغل. والحمد لله اشتغلت فعلا مدرس مواد تجاريه مدرسه بني سويف الثانويه. والحمد لله ربنا اكرمني. كانوا في الماده دي مقرره في الزخرفيه والميكانيكيه والفنيه بنات، وهاخد شرطه اخدها انا في سنه ثانيه بس، وفيش دروس خصوصيه اخدها انا عشان المدارس دي مليانه طلبه وطالبات. فانا فرصه. والمدرسه اللي اروحها كلمه الطابور انا اللي القيها، والمناسبات انا اللي اتكلم. فالحمد لله كان ربنا كرمنا يعني كرم كبير في المدارس دي. يعني كان فيها اعداد مهوله، الميكانيكيه كذا 1000 والزخرفيه كذا 1000. والفنيه الفنيه بنات كان ما فيش غيرها في المحافظه كلها. يجوا من واسطه ويجوا من بوش ويجوا من الشمنت ويجوا من كل البلاد، من اخر المركز اللي هو الفشن وغيره. كانت الثانويه الفنيه دي ما فيش فنيه بنات مش غيرها في المحافظه كلها. فالحمد لله كان ربنا كرمني. وكانت المديره بتاعتها مديره بنت حلال، تخليني اتكلم في الطابور وادي درس قبل الطابور، ومصره
جابوا مدرسة مواد تجارية ليها مخصوص، قالت له الشيخ محمود إن شاء الله ياخد عندي حصة واحدة بس، لازم أسبوعيا يجي عندي لابد، مش هستغنى عنه. وجيت مديرة التربية والتعليم بعد كده، المدير دي كان مدير الامتحانات، كان مديرة التربية والتعليم الله يكرمه. فالحمد لله ربنا أكرمني بالعشر سنين اللي اشتغلتهم لغاية ما جيت طلعت اليمن على أساس إن أنا أشتغل في اليمن وأنشر الدعوة في اليمن مع الإخوان. كان سنة 87. فبعد ما كملت اعتبروني منقطع عن عمل وفصلوني، ورجعت في 91. كل الجهات وافقت على عودتي ما عدا أمن الدولة. قالوا لهم طب يشغلوهم في الإدارة، قالوا ده يقلب حال الإدارة ما يروحش الإدارة، فما رضوش يشغلوني حتى في الإدارة. مديرية التربية والتعليم ما رضوش يشغلوني. فرجعت اليمن تاني بعد سنة الحمد لله، خدت 7 سنين تاني بعد كده. ورجعت في 99. كان الله يرحمه الحاج حسن جودة اللي هو عملنا مجالس الدعوة، عملنا جمعية الدعوة أنا هو وآخرين. قال لي أنت مش ترجع تاني، احنا محتاجينك عشان مادة القرآن الكريم في المدارس عشان تشرف عليها وتتابعها مع المدرسين ومع المدرسات ومع الحاجات دي، ولا بد انك. كنت خلاص انا يعني مش طمعان فلوس ولا حاجه، اليمن ما فيهاش فلوس ولا بتاع، بس انا كنت بنشر الدعوه والحمد لله. اليمن الدعوه فيها يعني منتشره بيت الحمد لله. حتى الحريم بيعملوا لها مستوى، رفع مستوى، ويعملوا لهم الدراسات ويدرسوا الأصول 20. يعني حتى الحريم بيجي فيها مستويات الحمد لله وبيعة يعني غيرتوا المناهج الحمد لله. الحمد لله يعني قلت اليمن مش محتاج يعني الحمد لله يعني. فمن وقتها وأنا برضو ما درست الدعوة ما زلت حتى الآن أشرف على مادة القرآن الكريم. في أخيرا كان في المحافظة كلها الوقت من مدرستين 2 اللي هي الابتدائية عربي والابتدائية وإعدادي لغات في مدينة منسوف الحمد لله. على أساس أن أنا برضو خدت دبلومة الدراسات الإسلامية وخدت إجازة حوص من معهد غراد منسوف. أنا كنت أول ما خلصت القرآن ختمته، ربنا ساق لنا الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف مقرئ المركز العام أيام حسن البنا، كان في ليبيا بيحيي ليالي رمضان. اسمه ايه؟ عبد الرحمن عبد اللطيف كان مقرئ المركز العام أيام حسن البنا. عندي شريط له. الله هو لسه يقيد على حقيقة الحياة؟ لا عندي شريط صوته جميل. كان مقرئ، كان زي الحصري كده وزي الناس دي، يعني وظيفته ملوش، كان مقرئ قرآن بس. فكان في ليبيا، فلما القذافي 69 قام بثورته وحركة الجيش بتاعته وعمل انقلاب على السنوسي والحاجات دي، أرسلوا لنا مرحل إلى معتقل طور السياسي. فجاء على معتقل طور كنت أنا يلا ختم القرآن، أخذت رجع عليه مرة، رجعت مرتين الحمد لله. وجت وفاة عبد الناصر وجاء السادات وطلعني، كنت أنا رجعت القرآن عليه، يقول لي هنا فخمت هنا رققت كلمة بكلمة الحمد لله رب العالمين. فأنا قلت أنا مجود طبيعي، فيش غير أخذ ورقة من المعهد قراءة بني سويف إجازة حفص، خدت فيها إجازة حفص الحمد لله. وفيش حتى فوق عني غير أخ اسمه زين عبد الدين أبو السعود، كان مدير مدرسة النيل الثانوية آخر تعليمه، وكان معانا في الإخوان، بس كان يعني مدير مدرسة الثانوية الإعدادية الثانوية، بس ما استمرش وطلع الحكومة ورجع الحكومة، كان معارض داخلي. فهو اللي زاد عني بحاجات بسيطة كده يعني الحمد لله. فلما أنا رحت اليمن وكان معايا الشهادات دي، شغلوني برضه في القرآن واشرف على مدارس تحفيظ القرآن الكريم، واروح المدرسة في المساجد. أروح المدرسة أفتش على المدرسة وقلت محاضرة في المسجد، نشر الدعوة الحمد لله. لا احنا عايزين نحدد كده الدنيا كلها. لا بسرعه كده. لا فالحمد لله ربنا أكرم أخاكم محمود وانتفع مني يعني. طبعا لولا الإخوان ما كنتش اتعلمت، ان هم لقيت انا كفاءات معطله حواليه في السجن الحربي، واحنا ما كانش فيه قلم ولا ورق. كان فيه، كنا الغرفه اللي احنا ساكنين فيها غرفه ركن تمسك ركنين، لان السجن الحربي ده عباره عن سور اوض والفضاء داخله بنايه انجليزيه، بحيث كل اوضه تطولها الشمس والهواء. فالاوضه كانت اوضه كبيره، فمليت حيطانها باللغه الانجليزيه كلها احفر بالمسمار. طيب الحمد لله رب العالمين. نبدا بقى، نرجع ل 53.
كيف تعرفت على دعوة الإخوان؟ 53 دي كان في بني سويف، انما انا عرفت الاخوان وانا في اسيوط. طيب نبدأ من أول معرفتك بالإخوان. كيف عرفت الإخوان؟ عرفت الاخوان ومن لما صاحب الفضل؟ صاحب فضله الله تبارك وتعالى. لا لا. عرفت الاخوان لأن كنت في قريتي اولاد ابراهيم، مركز اسيوط، جنوب اسيوط ببضعه كيلومترات. وكنت فاتح كانت بقاله صغيره كده، وكل الازهريين من القريه من عائلتي ما عدا شاب واحد اسمه محمد الخص كان جالس عندي في الدكان. ولما قرات في صحيفه المصري في ايام كان المصري بتيجي والاخبار والحاجات دي عن اللي حصل في الاسماعيليه ومقتل حوالي 150 ضابط وشرطي من رجال البوليس لانهم بيساعدوا الاخوان. فبقول له يا شيخ محمد، الازهر بتدرس فيه ده يرضى انك تقعد تدرس في الكتب والانجليز الكفار يقتلوا 150 عسكري وضابط وانتوا قاعدين في 25 يناير 52 وانتوا قاعدين تذاكروا هنا؟ قال لي عاوز تروح القناه؟ قلت له ايوه عاوز اروح القناه. قال الاخوان المسلمين هم اللي بيودوا القناه، ليهم مكتب اداري في شعبه في شركه قلته، حي كده جديد بتاع نصارى كان المكتب الاداري فيه، ولهم شعبة في الحمرة، وليهم حديث ثلاثاء كل أسبوع. فرحت حديث ثلاثاء، كان اللي بيطير الأستاذ حامد الشريط الله يرحمه ويحسن جزاؤه، شقيق الشيخ أحمد الشريط، فتش عام الوعظ والإرشاد، وكان عضو مكتب الإرشاد في الإخوان المسلمين. فالاثنين ماتوا في السجن. أيوه. كلاهما ماتوا في السجن الله يرحمه ويحسن جزاؤه. فكان حديث، وكانت الحديث اتفضل يا اخ اتفضل يا اخ، وكان يكشف راسه في تلك الايام يبقى عيب، مش حد يكشف راسه. نعم. يا اما يلبس الطربوش ابو شراشيب حمراء التركي ده ولا مش عارف منين، يا اما يلبس الطربوش المغربي بتاع الازهر، يا اما يلبس لبده اللي هي من وبر الابل، يا اما يلبس طاقيه من يكشف راسه. ده مش ده عيب يكشف راسه، واحد يكشف راسه يمشي راسه عريانه يمشي في الشارع. طبعا في تلك الايام كان عيب كشف الراس. فلقيت خليط غير يعني خليط غير متجانس، وقلت اتفضل يا اخ اتفضل يا اخ. وكنت في هذه الحاله سرت في الطرق الصوفيه بضع سنين. كان شيخ المشايخ الطرق الصوفيه في اسيوط اسمه خضر طليبه من اخوال ابي، كان لما يجي عندنا القريه كانت طرق رفاعيه وطرق، كان هو احمدي، الطريقه الاحمديه. فكنا نمشي معاه ويسهروا الليل كله، وفي الاخر في الفجر هو اللي يصلي الفجر والبقيه ما يصلوش. قلت ده كلام فاضي، ذكر السنه يسهروا فيه، والفرض اللي هو الفجر ما يصلوش وما مشيش فيه. فلما لقيت الخليط ده ولقيت حديث ثلاثاء من الشيخ حامد الشريط ده الله يرحمه ويحسن جزاؤه، كان استاذ لغه عربيه في دار المعلمات في اسيوط. فقلت بس الحمد لله انا خلاص عرفت الطريق السليم. فما قدرتش استنى في قريتنا، لان كانت العيله تحتل اراضي اصل القريه اولاد ابراهيم اصلها من شطب اللي على السكه الحديد، قريه كبيره ولها اراضي زراعيه عندنا، يحتلوا الارض الزراعيه ويزرعوا فيها موز، والموز معمر، تطلع الشجره تخلص الشجره تطلع بنتها، ويبنوا فيها مباني وما يدفعوش ايجار. يجي ظلم بين. والعمده الله يرحمه كان اسمه احمد حسن مصطفى، يعتبر ابن عم ابي، كان مخلي ابنه في اسيوط سعد افندي متاجر فيلا في شركه قلته دي اللي هي البناء المباني الحديثه، وعنده سيارتين، سياره ليه وزوجته وعياله، وسياره لوكيل النيابه المامور المركز، وقاعد في اسيوط بس مخصوص عشان العيله. اول ما واحد يتخانق من العيله يروح اسيوط ويروح عند المركز، تضيع القضيه من مركب من محضر الشرطه اللي هو اساس القضيه. قاعد في اسيوط قاعد في اسيوط مخصوص الحكايه دي. والسياره بالسواق بالبنزين، سيارتين عنده في الاربعينات، يعني كان سنه 42 سياره عنده في الاربعينات، وسياره للخدمات العامه دي عشان يخدم القريه. فانا شفت الظلم ده قلت لا يمكن استنى، لابد من هجره. كنت حفظت الحمد لله ربع القران منهم سوره النساء،
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والحمد لله رسل بي الهجرة إلى بني سويف. كان ليه في ولد ناس طيبين من القرية من عندنا، أولاد خال أبي برضه، الحاج محمد عبد الرازق الله يرحمه، الحاج رفاعي، الحاج محمود، كلهم ماتوا الله يرحمهم. دول من أخوال أبي، وأخوال أبي هم البلد الطيبين في البلد، العيلة طيبة في البلد غير عيلتنا الله يهديها. فأنا رسيت عليهم في بني سويف الحمد لله. أول ما جيت بني سويف قلت فين يا إخوان المسلمين؟ قالوا هم عند المحطة. كان رحمه الحاج عبد التواب بيوم وهو رئيس. اللي كان على يمين المبنى ده وكان مقر الإخوان. كان مقر الإخوان على المحطة. وفي حديث وثائق برضه طبعا كان الكلام ده في مايو 53. والحمد لله رب العالمين أول ما عرفوني هم اللي طلعوا عليه اسم محمود الأسيوطي دي وأمن الدولة كاسم البحث العام في تلك الأيام. طلع اسم الأسيوطي دي هم الإخوان، قالوا اسمه محمود الأسيوطي على بركة الله. والحمد لله ألحقوني بأسرة. أخ الله يرحمه توفي كان بأسرة عمال، كان في مصنع السيد إسلام باشا. أخ اسمه يحيى طعمة نقيب الأسرة. مسؤول الأسرة؟ المسؤول الأسرة بتاعتي. لأن أنا عامل طبعا كنت المطعم عندي، فأنا كنت فتح مطعم في الحالة دي. بعد ما ادرت المطاعم أقارب دول فتحت مطعم لوحدي وشغل مدارس. طمع في آخر الخير بعد ما اعتقلت في 55. فالمهم إن أنا الحمد لله جيت أخلص شغل المطعم وأريح شوية وأطلع الإخوان ما أرجعش بعد العشاء. فالحمد لله الإخوان برضه بارك الله فيهم دايما أكتب على أخ. فجيت في أسرة يحيى طعمة، أسرة ثاني. تفتكر أول أسرة؟ لا الأسماء. الأسماء اللي كانوا مع حضرتك اللي كانوا معاك في الأسرة. يعني مش فاكر وضع الحقيقة، هو فاكر أخبرهم مع قيد الحياة؟ ما أعتقدش أنه كانوا أكبر مني كلهم تقريبا يعني. كانوا كبار. نفسه يحيى طعمة مات من زمان الله يرحمه. فالحمد لله مشي الإخوان حطوه برضه في مجموعة تانية ما يعرفهاش الأخ يحيى طعمة ده، لأن هم يعني دي على أساس إن هم في أي وقت سموه بعد كده التنظيم السري أو الجهاز السري أو التنظيم المسلح. كان يرأسها يوسف طلعت الله يرحمه من الإسماعيلية على ما أظن. وكان المسؤول عن الفصيلة دي كانت هي فصيلة 28 فرد، عبد الظاهر فراج، ما اعرفش لسه يعيش ولا برضه مات الله يرحمه. فعبد الظاهر فراج ضربوه فاعترف على 3 أسر أو 3 مجموعات، مجموعة واحدة بس اللي هي ما اعترفش عليها، فاعتقلنا كلنا. سنة كم؟ الكلام ده في سنة 55. لا 54. هو كان المفروض في 54 بس هي كانت أخذت تعليمات يا إما الأخ يقاوم يا إما ما يسلمش يهرب. فأنا كان ما يعتقلوش لحد ليلة الجمعة بس. يعني كانت الإخوان في المدارس والجامعات تعمل ثورات ومظاهرات فيعتقلوا ليلة الجمعة. فأنا ليلة الجمعة بقيت بعد على البيت مش في البيت وما رجعش التاني غير لما تحسس إيه اللي حصل. ففعلا في الليلة دي كانت 26 نوفمبر 54 قالوا اعتقلوا فلان وفلان وفلان وفلان، هم المجموعة اللي أنا واحد منها يعني. بس ما هربت ما رضيتش أرجع تاني. فقفلوا المطعم كان مرخص باسمي وأتعبوا أخي والأخ غير شقيق أخ من أمي بس الله يرحمه. وبعدين كانوا عايزين قالوا لا افتحوا المطعم وهو يدور عليه. هو يعني كنت لسه ما اتزوجت طبعا، أنا اتزوجت سنة 60 الكلام ده كان 54. فالحمد لله اختفيت يومين في القرى اللي حوالين بني سويف عشان كنت طبعا واثق ان جميع مواقف السيارات والقطارات والكل مراقبه. فانا اختفيت يومين كده هو خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم لغايه ما تسكن الرجل وبعدين بدات اسافر شويه في القريه شويه في فطوش شويه هنا لغايه ما اعتقل احد الاخوان اسمه حسني محمد بيومي ابن الحاج عبد التواب بيومي الله يرحمه. كان في الري كان موظف ما اعرفش لسه يعيش ولا مات الله يرحمه. توفي الله يرحمه. المهم ضربوه في السجن الحربي فاعترف على 100 وواحد كده واحد من ضمنهم اللي بيدفع قرشين من الطلبه قرشين في الشهر من الطلبه كان يدفع من الطلبه. كان القروش غاليه جدا في تلك الايام كان قرشين مهم فكان الطالب يدفع قرشين عشان ما معهوش فلوس من مصروفه يعني. بس فطبعا قال بس بقول لها محمود ده صوت فين؟ قال له فصيو خبطها كده. فجاه مفتش المباحث مش عارف السيد كمال من الفيوم كان مفتش مباحث بني سويف. فجاء السيد كمال بتاع المباحث راح اسيوط وراح القريه بتاعتنا
وفتش ما لقيش حد، قال تعالوا وروني اقاربكم في مدينه اسيوط نفسها. اول بيت دخلوه كان طالب في 5 ثانوي ازهري اسمه محمد خير عبد الرب ابن عم ابي شقيقه. فكنت متفق معاه اذا جه في الفجر يبقى جاي لك الساعه 8 بالليل، يوم اول الليل يبقى لسه جاي. فخدوني انا على مديريه الاب محاكمه، حكموني غابي 10 سنين سجن معاه في التنفيذ بناء على اعترافات الناس اللي حواليا اللي هم خدوهم ما هربوش يعني. فانا محاكم وانتهى، مش معلش ما ليش نشاط ولا حاجه. خدوني على السجن الحربي. جم قالوا عليه بقى. ما هم ايوه خدوني هناك عنده، فقالوا هو ده شنو؟ قلت ايوه هو ده محمود. بس خدوني على مديريه الامن وجابوه هو بعديه بيوم واحد السجن الحربي. كان جايبه سنه جنبي كان 71 و 72 معتقل 4 السياسه. فكان اخوه شيخ الاوفر بتاع القريه لما ابو برضه على صله واحد من الواسطه اسيوط يروح لعبد الحكيم عامر مباشره. راح عبد الحكيم عامر يقول بس مش من الاخوان، اخوه ابن عمه هو اللي من الاخوان اللي يقعدوا عنده. قالوا مش من الاخوان يطلع. وطلعوه فعلا الله يرحمه. طلعوه بعد 18 يوم من الاعتقال طلعوه. وكان اللي ماسك السجن مصطفى علي فهم ابو العين من اسكندريه، ده كان طبيب وكان معتقل معانا وكان هو اللي ماسك اداره السجن. لسه عايش. واخباره ايه؟ مش من الاخوان. هو كان يعني مدير، كان مدير السجن، كان مدير المعتقل 4 بس. فقال لي عمك طلع في راجل. قلت الحمد لله. مش مدير السجن، مسؤول السجن. مسؤول السجن الاخوان. كان هو مسؤول السجن. هو كان هو المسؤول السجن 4 كان هو اللي ماسك الاداره تحت، واللي يدخل واللي يطلع ويثبت وكل حاجه كان هو اللي ماسك الاداره تحت. بس فالحمد لله كان في 5 ثانوي تفوق الحمد لله، دخل اللغه العربيه. ولما خلص جيت عين اللغه العربيه هنا في بني سويف. فتزوج بنت محمد عبد الرازق اللي هو ابن الاب ده، اللي هو انا جيت عنده اساسا في بني سويف لما جيت بني سويف. فمات الله يرحمه اليوم اللي مات فيه مأمون الهضيبي، كان يوم جمعه. ما قدرتش اروح لجنازه مأمون الهضيبي عشان خاطر هم موصيني ان انا اللي اغسله وانا ادفع، وما فيش جنازه وما فيش صوان ما فيش بتاع، ودي يعني تكون فيها شرعيه كده. فاضطريت ما اروحش. فمات الله يرحمه. كان هو امين صندوق في الشعبه في القريه لما انا كنت في القريه. ربنا وفقني في السنه وشويه اللي انا قعدتهم هناك في الاخوان. عملت شعبه وكل المسؤولين فيها قرايبي، بس انا ما ليش وظيفه فيها. انت انشات شعبه هنا في اولاد ابراهيم قبل ما اسيب البلد، في البلد في 52 انا عملت شعبه كان فيها 13 اسره. ومن كل القريه فيها حالتين، عائلتنا وعائله ثانيه، في ثار وفي حاجه تقول بنسميها ثار الجاهليه، مش حاجه اسمها ثار. والحمد لله كان رئيس الشعبه كمال عبد الغني ابن عمي، بس من فرع اللي هو غني شويه في العيله، واخوه نائبه، وابن عمي الغريب ده اللي انا دخلت عنده كان هو من الصندوق. ووظفتهم كلهم وحركهم وانا ماليش وظيفه. فلما مشيت فتح الله يرحمه الاستاذ وظيفه المزار الصعيد، فتح الشعبه ايه، وانا كنت بس بني سويف، كنت بحلل بني سويف والحمد لله. فقضى الله بي خيرا. لما جيت بني سويف كنت انا كثير كلام، فلما جيت في بني سويف وحطوني في اسره بدات افهم يعني، لان كنت اخوان مسلمين عن طريق حديث الرساء والمجله. المجله اسمها الاخوان المسلمون، كان رئيس حديثها السيد قطب الله يرحمه. وكان عبد العزيز كامل يكتب على صفحه ثالثه مقال تربوي، كنت انا اخذ منه واعمل اسر وانظم. فكنت انا عباره عن اخ من الاخوان بس من المجله وحديث الرساء، ما انا ما اعرفش. لما كنت بتكلم كتير بتاع فعلموني ما اتكلمش الا باذن، ولما اسافر اسلم، ولما ارجع اسلم نفسي وبدات اتعلم. انا اخش اخوان نظام الاخوان كده بيتعامل. نظام الاخوان هذا الحقيقي ما مش. فالحمد لله عملت كل ده كان فين؟ اراد الله بي خير الحمد لله رب العالمين. ويعني سرت فلما طلعنا في 56. لا انت دخلت السجن 54. طلعت كام؟ 56. في 56. طيب انا السنتين دول ايه اللي جرى فيهم جوه المواقف ما فيش. هو كان انا متحكم وجاهز ما عليش حاجه، فما حصلش تعذيب ولا حاجه بالنسبه لي. وقعد 10 سنين غياب. 10 محاكمه غياب وما فيش اعتقال بس. ما كانش ليا شرط في فتره الغياب دي، ما كانش ليا شرط طبعا. شفت حد يتعذب؟
هو التعذيب كان 65. اه خمسة. لسه 54 في تعذيب هنا في الوقت. كان في تعذيب بس كان شبه انتهى التعذيب تقريبا يعني. كان عبد الناصر عمل دستور سماه دستور 56 وعلى اساس طلع كل المعتقلين، لان المعتقل بس ما فيش حاجه، فطلعت على اساس ان المعتقل ما فيش حاجه. فما كانش يعني، انما طبعا شفت الناس اللي يعني تعذبت وتعبت، لكن انما تعذيب اللي عايشه فعلا 65 مش 54. انا في 65 كنت انا كما قلت لحضرتك وصلت في كليه التجاره السنه الاعداديه او التاهيليه، ونجحت ومن كل السنه الاولى بتقدير جيد، مشوار واحد بس جاب جيد جدا. كان اخ شاب اسمه محمود كان عايش في مدينه البعوث، لكن انا بسافر قطار واحده وما احضرش والحاجات دي. والحمد لله لما طلعت من السجن كان المدير عميد الكليه اسمه صلاح الدين امخ من بني سويف، بس هو عايش في القاهره، كان استاذ كليه اقتصاد وعلوم سياسيه في جامعه القاهره، رجع عميد كليه. ففي لما قبلوا ورجعوني بعد شكاوي يعني، واللي كنت انا بوصلهم وانا في السجن على تاخذ المكان. فالحمد لله يعني المهم خدت ال4 سنين الحمد لله. مش هاخد ماده ابدا. كان في السنه الاولى مواد اقتصاديه، كانت ماده يعني رزله جدا، لان فيها اللي في الارض وتحت الارض كل تاج العالم الاقتصادي في المواد الاقتصاديه دي. انا طبعا المهم كنت اذاكر الماده مهما كنت ما بحبهاش لازم اذاكرها عشان انجح فيها، والحمد لله نجحت. ما كانش ماده ابدا معي طول ال4 سنين الحمد لله. فكما قلت لحضرتك لما طلعت رفضت اني اشتغل في جهاز مركز المحاسبات او الضرائب والجهات اللي فيها فلوس دي، قلت يا اما مدرس يا اما لا. فعينوا مدرس الحمد لله بعد سنتين تقريبا، كان لجنه الخريجين موجوده، فعينوا مدرس بعد سنتين، خدتهم 10 سنين الحمد لله، كان خير وبركه. واخدهم معاش دلوقتي بدا بالحد الادنى المعاش وحد اتعدى بالوقت شويه. وشغل الاخواني بقى بعد ما طلعت سنه 56. بعد ما طلعت سنه 56 كان اللي كان الحاج عبد التواب توفى الله يرحمه، عبد التواب بيومي اللي كان رئيس الاخوان، كان ماسك حسن الخضري، كان تاجر البان كده اسمه الفلاح مصري. فانا قلت يعني برضه ما اقعدش ساكت ابدا يعني، فلابد من نشاط. وكونت اسره اللي اعتقلت في 65، فكنت اخذ منهم فلوس كل شهر. كان عندي 3 بيوت اللي هي محتاجه فلوس يعني، اللي واخدين السجن. عبد الرؤوف بدران ده انتوا هتروحوا له او رحتوا له؟ كان الله يرحمه، الله يرحمه احياء هو مريض مسكين يعني، شايل الصاله بتاع البول وبكل غيرها كل شهر الله يعافيه. ومن مواليد نفس السنه 30 برضه، بس السنه دي بشهر 3 كده ولا حاجه تقريبا. لا هو من الاخوان القدامى يعني. كان الله يرحمه يعني نشيط جدا، كان واخد 10 سنين تنفيذ ونفذهم كاملين. وكان واحد اسمه عبد الظاهر الراجي هو كان رئيس المجموعه، واحمد عيسوي ما اعرفش هو فين دلوقتي. فما كانش عندنا بيوت محتاجه، صار هو بيت عبد الرؤوف بدران ده ولا بتاع. كنت طبعا اخذ فلوس من الاخوان دول هم، وندي فلوس للقاهره. كان اخ اسمه عبد الفتاح حسين من القاهره من حي الشهره بيجي يزورنا، واخ اسمه محمود عبد الحميد العاطفي يجي يزورنا برضه. وسبب دخولنا السجن الحربي في 65 لان اعتقلوا في 65 صدر قرار باعتقال كل من سبق اعتقاله، وكنا جميعا ممن سبق اعتقاله. فضربوا محمود عاطفي في السجن الحربي ضرب شديد. قالوا رحت بني سويف عند الشيخ محمود الاسيوطي وشفت عنده فلان وفلان وفلان، الاربعه اللي هم الاسره بتاعته خذونا كلنا معتقلين، فجمعونا من مختلف المعتقلات على السجن الحربي وقالوا يعذبوا فينا ويمررونا على الناس اللي هي بتموت. ما انا مش عايزك تقول لي شفت ايه وجرى لك ايه، وشفت الناس اللي شفتها دي كانوا بيعملون فيها ايه من ساعه ما اعتقلت ودخلت السجن الحربي. يعني شاهد عيان على السجن الحربي. السجن الحربي كان كما قال فيه اخونا القرضاوي حسبكم اسمه من بعث الربع قد طرحوني في زمنية عد للأسف وتخصصوا في فن الملعون بالريج بالقرباج باليد بالعظم كل أسلوب أخص مهين. فالسجن الحربي كان من على الباب وياخدوا الواحد يفوه. فالمهم إن في 65 لما خذونا للسجن الحربي أخذوا يعذبونا. فكل الإخوان
واحد اسمه احمد فهمي لسه يعيش الله اعتقد بس مريض ربنا يشفيه، قال لهم اللي يقول عليه يا الاخ محمود انا موافق عليه. والحاج عطيه ده توفى الله يرحمه، وحسن البنا برضه توفى الله يرحمه، والشيخ عبد الطول قال انا كنت بحافظ قران. الشيخ عبد الوهاب الباشمهندس محمد اللي كلمك بالتليفون. ابو الباشمهندس محمد وابو الدكتور عبد العليم وابو اخوان كثيرين، سيد طلبه برضه ربنا يكرمهم، له اكثر من واحد من الاخوان من اولاده. فالحمد لله لما اخذوا يضربوا في انا وانا ما اصرخش ولا حاجه، فلغايه ما العسكري يعني تعب من الضرب وانا ما اصرخش ولا حاجه، واثنين واحد من هنا واحد من هنا يضربوا معلقين في العروسه قبحت من عاهر كما قال فيها المرأة القرضاوي، فمعلقيني راسي لتحت ورجلي لفوق ويضرب على الرجلين لغايه ما الرجلين استلدخت، ما زال اثرها لغايه دلوقتي في الساقين. فانا كل همي اشوف الى اي مدى يتحمل الانسان وبعدين يتكلم. كل هشوف يعني ازاي الناس الاحترام دي قدرات اصلا. هو الحاج مش عايز يشوف يعني كل هم اشوف الانسان الى اي مدى يتحمل يعني. كان عبد الفتاح حسين ده اللي كان بياخد فلوس في حي شبرا، ده كانت السمانه بتاعت رجله اتاكلت خالص من كثره الضرب في التعذيب فيه، الله يعافينا ويعافيه، ما اعرفش لسه يعيش ولا توفى. كان هو مولود 41 يعني 41 كان هو اقصد كان سنه 41 لما كان سنه انا 35، كان هو سنه 41 اكبر مني ب6 سنين، ما اعرفش لسه يعيش ولا توفى الله. كان في الصياغه في السكه الحديد. فعبد الفتاح حسين ده رجله السمانه بتاعت رجله انتهت خالص من كثره التعذيب اللي هم ضربوه فيه. ففي الاخر قلت لهم اكتبوا اللي انتوا عايزين تكتبوه انا قال لا لازم انت اللي تعترف بنفسك. كان واحد من الاخوان اسمه حسن البنا الله يرحمه متوفي، قال له بيو احنا كنا 5 اسره 5 وانا كنت فارغ كذا 50 قرش كل شهر، والاخ محمود هو النقيب بتاعنا، وهو الكلام ده ما حصلش، انا ما اخدش 50 قرش، خدها منتظم يبقى تنظيم، وانا متحكم من 54 في التنظيم السري، فمش معقول اخد انا اقول لك هات 20 جنيه هات 10 جنيه هات 20، انما اخد من 50 قرش كل شهر يبقى تنظيم. ما كانش كده. واحنا مروحين بنعزمونا في مكان كده في الخلا بره السجن، وبعدين يروحونا للزنازين، وانا مروحين بقول له يا اخ حسن انت كنت تدفع 50 قرش برضه، كنا كل شهر ولا اخد منك 10 جنيه. قال يا اخ محمود انا خفت انا عندي القلب خفت يموتوني فلقيت عايزين يقولوه انا قلته عشان خاطري خفف شويه من 10 ولا 50 قرش سهله، تخيلوا انها سهله. ده انيل اصل 50 قرش منتظمه يبقى تنظيم. لكن لما اكون كل شويه اقول له 10 جنيه ولا 20 جنيه ده حاجه ثانيه، ما فيش تنظيم. بس هو طبعا الله يرحمه. فانا في الاخر قلت لهم على الكلام كتبوه، وجينا كان عبد الناصر جاب النيابه داخل السجن الحرب، عمل لها خيام وتليفونات وتعيد تحقيق النيابه ثاني غير تحقيق الشرطه العسكريه او المباحث امن الدوله والمباحث العامه اسمها المباحث العامه في تلك الايام. فكان جايبين النيابه داخل السجن الحرب، فجينا في النيابه نفينا كل الكلام ده. والراجل شاف التعذيب المكتوب اللي في جسمي وكتبه في التقرير اللي بيكتبه، وانا اقول له ما تكتبش احسن عذبوني تاني. قال لي لا لازم اثبته. فاثبته والحمد لله طلعوا كلهم معتقلين، بس وانا الوحيد اللي حكموني ب3 سنين سجن. 3 سنين سجن، بس هم طبعا ما كانش فيه افراج، ثم الى المعتقل ما فيش افراج ابدا. كان امام عبد الناصر ثم الى المعتقل ما فيش افراج. لما مات ربنا وجه السادات، بدأ السادات طلع الإخوان من السجن، فلأنهم كانوا بيحاربوه، فجه في 15 مايو سنة 71 عمل حاجة اسمها ثورة التصحيح، وقبض على علي صبري وشعراوي جمعة وسامي شرف والشلة بتاعت عبد الناصر قبض عليها، وبدأ يطلع الإخوان. بدأ بينا احنا المعتقلين بس، ثم بدأ واخدين أحكام، ما كانش فيه فرجات أبدا. كان الاخوان اللي هم بتوع 65 اللي هم بتوع سيد قطب الله يرحمه اللي مربيهم سيد قطب حوالي 150 رجل،
من ضمن محمد البحيري، ده كان في اليمن، هو اللي كان ماسك ودلوقتي في السودان، ربنا يحفظه ورعاه ويبارك في جهوده. كان ضمنهم ممدوح الدير، وكان من ضمنهم إخوان كثيرين واخدين 25 سنة، ثم الإفراج سنة 1990، ثم إلى المعتقل. مش في حاجة اسمها إفراج. مبارك عبد العظيم. مبارك عبد العظيم، وده كان يعني الله يبارك في أجره، حي ولا مات؟ حي. كانت خلخل شوية كده. ايوه بسبب الاخوان، مع انه نص تنظيم 65 هو اللي دخله الاخوان. هو ربنا يثبتنا على الحق حتى نلقاه تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. فالحمد لله جه عبد أنور يعني لسه بقى في السجن حرب؟ ما طلعناش لسه من السجن. هو السجن الحربي بقى كان لما جت الأحداث بتاع 5/6/67 ايوه. وطلعونا من السجن الحربي رحت طول إلى السجون المدنية 3 سنين فأقل، سجن القناطر 5 سنين فأكثر، اللي كان أقل حاجة 3 سنين أو سنة أو سنتين أو حاجة. 5 سنين فأكثر إلى المنطورة، فودوا سجن القناطر. فلغاية ما كملت أنا ال3 سنين في 5/9/68 طلعونا من سجن القناطر إلى معتقل طرى السياسي. معتقل طرى السياسي هو سجن المزرعة. انا عايز حضرتك تحكي لي على مواقف لا تنساها في فترة السجن الحربي، حاجات شفتها مش ممكن تنساها ابدا. حاجات كانوا بيطلعونا من السجن، نكس الحوش اللي قدام السجن اللي بيتعمل فيه الطابور. فكان احد الاخوه اسمه شعبان الشناوي ما بيكنسش كويس، فانا بقول له يا اخي ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه. فالولد اللي ماسك الطابور النصراني اسمه سلامه، فقال لي انت بتتكلم، ورجع سلمني لمحمد خاطر، كان هو اللي ماسك اداره السجن. محمد خاطر ده من الشرقيه، كان شاب بسم الله ما شاء الله، يعني مفتول العضلات. كان بيتكلم مع واحد تاني في السجن في الطابور واحنا بنكنس يعني، فضربني بكف على ودني الشمال، فحصل فيها انفجار كانه امور سكه حديد في ودني الشمال. وكان معنا اخ اسمه محمد عامر، اخصائي في اذن وحنجره. مفيش طبعا في السجن علاجات ولا بتاع. فكلمته قال لي بس لا تكح ولا تنف ولا تحزق ولما تستحمى تحط في حته القطن عشان خاطر ما توصلهاش ميه. والحمد لله كفلت رباني كده، وتأخر من اليمين اللي ما اتضربتش. فكانت مواقف يعني حاجات بسيطه، ما فيش حاجه يعني انا هو بسيطة يعني طبعا ما حاجات ما فيش حاجه، لكنها كانت بتبقى حاجة. فيعني حاجات طبعا كان. فأحد الإخوة برضه كان مهندس وكان رائد في الجيش. وبعدين واحنا طالعين على السلم، فكان العسكري اسمه سامبو، فكان يضرب ضرب شديد، فضربه. وبعدين وانا بقول له قال لي يا اخي نحن اقل من ان نعذب في سبيل الله. فالحمد لله يعني كان الاخوان بيحتسبوا عند الله تبارك وتعالى. اقل كلمه نحن اقل من ان نعذب في سبيل الله، فالله يرحمه كان حي ولا ميت. فالحمد لله يعني كانت فتره طيبه وكنا قريبين من الله تبارك وتعالى. فبرضه هو نفس الولد ده سامبو ده كان يمر يسقي ميه، كان في عز الحر، وعشان خاطر انه مؤذي يمر بالصفيحه ما حدش ياخد منه الا انا. قلت له ايوه عايزين ميه. ففتح وقال لي يعني انت بس انت اللي، وراح ضارب ايده في عيني ورمت فيه. فطبعا ان هو يمر ما حدش، عشان ما دام هو اللي ما حدش يفتح له ولا حد ياخد منه، خايفين منه، كان مؤذي. فده جه الدكتور قال لي قلت له انت عارف ان انا ما هو بس. فاعطاني علاج الحمد لله، ورا الشيخ الصحي وقلت احسن من اللي ما صار. فالحمد لله كانت ربنا بيرعانا. وكان الدكتور احمد الملط الله يرحمه ويحسن جزاؤه اجرى جراحه بواسير بمقص عادي، عمل بواسير لاحد الاخوان بمقص عادي. فكان ربنا تبارك وتعالى بيبارك فيه. قطع علبه كمان.
الله يعني كان ربنا بيبارك الحمد لله ويعافي وعين وكتر عنا الحمد لله رب العالمين. نسأل الله يجعلها في موازين حسنات يوم القيامة وانت هو خالص وجهه وابتغاء مرضاته. فلما طلعنا من السجن الحربي افتكر تاني ما شفتش مثلا الحاج عبد المتعال الجبري ولا فلان ولا كان معانا عبد المتعال الجبري والله. ساعة ظهره ده والضرب اللي كان انا عليه. عايزك يعني ركز شويه في التذكره اللي شفته اللي جرالك، واكيد في حاجات كتيره مواقف الناس تستفيد منها. شهيد الفسقية اللي يعني فضل الضرب. شفته شهيد عواد؟ عواد. لا سمعت عنه بس المسجد عبارة عن حوض مية. ايوه الفسقية تمام. فكان يعني دايما يبنوا منها ويشربوا منها ويعملوا منها فطبعا هم كانوا يعني يضربوا الإخوان دي. فمحمد منيب من أسيوط برضه الشهيد ده مات في برضه في السجن الحربي برضه ودفنوه وحسن هرب من السجن. محدش عارف دفنوه فين. طبعا الله أعلم. فيعني فطبعا يعني شفت انت محمد منيب؟ انا اعرفه من اسيوط بس ما كنت زرته في اسيوط. كان امين مكتبه كليه العلوم في اسيوط. وهو كان يعني في الحي اللي هو فيه يعني شفته في اسيوط، زرته في اسيوط معلش، لكن في السجن ما شفتوش لما مات الله يرحمه. طبعا كثير من الاخوان اتعذبوا وماتوا بسبب التعذيب ما تكلموش، زي اخونا برضه اللي هو قالوا الشنق نفسه ده سمير يعني ولا؟ لا هو الاخ اللي هو واخد اخت سيد قطب. هو الحاج كمال السنانير. كمال السنانير ايوه 81 نعم. فهم كان يعني بيعذبوا حميد والاخ اللي ما يتكلمش يمكن يموت يعني ما دام يعني زهقوا منه ويموت يكتبوا انه هو شنق نفسه زي ما قالوا شنق نفسه بالحبل بتاع الروب ولا بتاع. طبعا ما شنق نفسه بصراحه، مات من تعذيب الله يرحمه. لانه قعد 20 سنه في السجن وما ماشي وهيموت نفسه عشان خاطر اعتقال يعني. طبعا يعني هم قتلهم الله يعني لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. فيعني كانت ايام السجن الحربي كان شديده. المهم ان هم بعد ما طلعوا المعتقلين وخلوا ال 300 اللي هم عليهم اللي هم واخدين احكام قالوا خلاص هنعملكم بالقانون وكل 3 يحبوا يقعدوا مع بعض يوقفوا مع بعض. فانا اخذت تجري مين هنا استاذ عربي مين هنا استاذ لغايه ما جه الشيخ ابو الحمد حسين احمد ربيع الله يرحمه اللي كان في الاخر عضو مكتب ارشاد، كان مدير عام المنطقه الازهريه في السوهاج، نوع من الشواوله مركز البلينه محافظه السوهاج. فلقيت استاذ عربيه والشيخ محمد الجوهري حافظ القران. قلت انا ثالثكم وقفت معه. واحد يحفظ القران والثاني يدرس لي لغه عربيه النحو بالذات. فالحمد لله يعني اهم كل الناس استفيد فتره السجن عشان خاطر ما يبقاش سجن وما استفدش منه. فالحمد لله. فلما جينا برضه سجن كنا 3 سنين احنا الثلاثه كده 3 سنين. فجابونا سجن القناطر برضه قعدنا في زنزانه واحده جنب السلم كده. وبرضه اخذت اراجع قران. كان المصحف ممنوع، القلم ممنوع، الورقه ممنوع، كل حاجه ممنوعات. مفيش حاجه اسمها لا مجله ولا كتاب ولا اي حاجه مسموح بها. فكان الشيخ محمود الجوهري حافظ القران احفظ منه القران، والشيخ ابو الحمد يدرس لغه عربيه. والحمد لله كانت فتره طيبه لغايه كما قلت لحضراتكم على ما ختمت القران في سجن القناطر وجابونا سجن المزرعه. جه الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف اللي هو مقرئ القران ده. فكان يعني الفايده ان انا اجوز عليه اجازه حفظ، جودت عليه الاجازه كلها تقريبا. فكان هنا يعني بالكلمه. ده قبضوا عليه من ليبيا؟ من ليبيا وجابوا مرحل على معتقل طور السياسي. نعم جابوا من ليبيا لما القذافي الله أوضى إلى ما قدم نسيبه اللي هو فيه. فالحمد لله ربنا خلصنا منه وخلصنا من حسني يعني ربنا كريم. خلصنا من الباقي. ربنا خلصنا من الباقيين الله.
اللهم آمين يا رب، ربنا خلصنا من الذيول اللي باقية فعلا، اللهم آمين يا رب. فالحمد لله كانت يعني فترات السجن كلها فوائد بالنسبة لي، ولولا هي ما كنتش تعلمت ولا درست دراسات عليا ولا غيرها، إنما هي الحمد لله. فلما طلعت من السجن في 71 فكنت إذا قيدوا الدعوة مقيدة يبقى أنا أذاكر، الدعوة انطلقت الدعوة. فذكرت الحمد لله دبلومة الدراسات الإسلامية، فبعد الشيخ البخور الله يرحمه أوضى إلى ما قدم ولا آخر، ففي سنتين الحمد لله، وأنا خصت تقدير عن جيد في السنتين. وقلت برضه نعم مجود إجازة حفظ، أقدم في معهد القراءات عشان آخذ إجازة حفظ ورقة رسمية. وفعلا نفعت الحاجات دي في اليمن، خلوني درست علوم شرعية، ثم لما عرفوا أن أنا معي إجازة حفظ ومعي القرآن كله فخلوني أشرف على مدارس القرآن في المساجد، وكانت فرصة للدعوة في المساجد، أفتش على الطلبة وأدي محاضرة في المسجد، كانت فرصة في الدعوة في اليمن الحمد لله. يعني طلعت 71 سافرت اليمن امتى؟ 87. طيب. خدت 4 سنين ورجعت 91. الفترة دي من 71 ل 87 عايزين نعرف ايه اللي جرى فيها؟ من 87 ل 71 من حاجة 71 طلعت من السجن. كان الحاج عبد التواب كما قلت لكم، كان الحاج عبد التواب مات الله يرحمه، اللي هو كان رئيس المكتب الإداري، واللي كان ماسك مكانه حسن الخضري. وكنت أنا برضه ما أتركش النشاط، أحاول برضه أجمع أي مبالغ وأديها لحسن الخضري. ما أعرفش لسه يعيش ولا مات الله يرحمه، حي وميت ما أعرفش والله، توفي من زمان الله يرحمه. فالمهم إن أنا بقيت أحاول إن أنا برضه مزود نشاط. لغاية ما في مرة وقفت أحمد فهمي ده اللي هو كان واخد 10 سنين مواقف التنفيذ زيي في 54، وقفت وبقول له يعني إنك أنت جنبك محمد فلان والرجل محتاج، وأنت يعني ما مش تنظيم ولا حاجة، هو واحد أسرة محتاجة، بيت محتاج، وأنت يعني أنت تقعد طول عمرك ما فيش فايدة فيك، طول عمرك تجمع فلوس توزع فلوس، طول عمرك تقعد تجمع فلوس توزع فلوس ومفيش فايدة. فخد بعضه. فكان في ناس كده لما شافني جاي في شارع تحاول شارع آخر عشان ما تسلمش علي، خايف أحسن يتكتب عنها تقارير أنا سلمت على الشيخ محمود. فالحمد لله يعني كانت أيام شديدة. إنما إحنا الدعوة دي الحمد لله في دمنا، الأصل نعمل بيها بقدر المستطاع حسب الظروف حتى نلقى الله إن شاء الله، نسأل الله يثبتنا على الحق حتى نلقاه، اللهم آمين يا رب العالمين. كانت أيام شديدة يعني، أيام عبد الناصر كانت أيام شديدة. لا دلوقتي يعني الفترة دي زودت عملك في الدعوة وعملك في الإعادة وبعد كده سافرت اليمن. طيب في اليمن هو لسه في الفترة بتاع جمعية الدعوة وظهور بني سويف والعمل الإسلامي جوه بني سويف في الفترة دي والمرحلة دي والانقسامات اللي كانت موجودة ما كل ده في الفترة دي حاجة ما اتكلمش عنه. يعني لما سافر اليمن وأنت تساعدني برضه. كان ليه تاريخ فيها مع جمعية الدعوة وإنشائها جمعية الدعوة بدأنا فيها من 78. من 78 كان الحاج حسن كان لما رخصنا جمعية الدعوة رخصناها باسم الدكتور عمر عبد الرحمن، ربنا يفك سجنه في أمريكا، معرفش هو فك سجنه ولا لسه، ربنا يفك سجنه، رخصناها باسمه. وكان مجلس إدارة مؤقت، وبعد مضي حوالي 6 شهور جه الأخ حسن جودة كان في السعودية، جه وهو جه من هنا، وعمر عبد الرحمن سافر السعودية من هنا. فكان أول مجلس إدارة منتخب كان على رأسه حسن جودة. طيب ونعمل إيه؟ مشينا في الجمعية وعملنا عمل مجموعات تقوية في مدرسة الحديث في لا مش في الثانوية الحديث 80، في الحديث 80 عملها الأول في القومية ثم نقلنا الحديث 80. وكان المدرسون اللي بيجوا مدرسين أوائل كان هو كبير الموجهين في الرياضيات
فكانوا ما رضوش ياخدوا الموهبة أو المبلغ بتاع المجموعة، فتوفر لنا 550 جنيه من المجموعات دي. وربنا رزقنا بمدير في وزارة الشؤون الاجتماعية، مدير هيستحل المعاش، فقال إذا المبنى احنا عملنا مبنى لرعاية الأيتام جديد ونقلنا فيه، والمبنى أصبح فاضي، إذا رضوا يأجروكم خذوه منهم. كان إيجار، كان من وزارة التربية مديرية الشؤون الاجتماعية واخدها ب 18 جنيه، اللي هو فيه 18 فصل غير المكاتب الإدارية والحاجات، يعني اللي هو قدام تفتيش الري ده. فتأجرناه ب 60 جنيه ودفعنا شهرين مقدم. وطب وايه الفلوس اللي باقيه تعمل مدرسه ازاي؟ عباس صفي الدين الله يرحمه ويحسن جزاؤه، احنا نعرف ان هو من الاخوان، بس هو كان يساعد النصارى والمسلمين اللي في الكليات، يدفع لهم ال5 جنيه بتاعت المدينه الجامعيه وحاجه للطالب والطالبه، ويخدم ويساعد. فاخترناه رئيس لمجلس اداره جمعيه الدعوه الاسلاميه. فكان يجي من القاهره يجيب الاكل معاه، وجاب 1000 مصحف، كل مصحف 30 جزء، وجاب واحد سعودي صاحبه جاب اتوبيس 26 راكب على الزيرو، ودفع له باسم الجمعيه، ودفع له كانت رسوم بسيطه، جمارك بسيطه ولا حاجه، عشان باسم الجمعيه، جمعيه خيريه تبع الشؤون الاجتماعيه. فجه الاتوبيس ده ما زال شغال رقم 5 في الفشل لغايه دلوقتي، شغال الحمد لله لغايه دلوقتي. فربنا ساعد وخلى فمن ناحيه عباس صفي الدين يساعد، ومن ناحيه وعبد المنصف حزين كان محافظ بني سويف، كان ومن قنا قال نفسي اشوف المسلمين مدارس وسيارات زي النصارى عندهم مدارس وسيارات، المسلمين ما لهمش. جاب عياله عندنا في المدرسه الابتدائيه والحضانه دي، ويرخص لنا ب30,000 جنيه طابع معون الشتاء، واكثر من ترخيص يعملوه لنا. فربنا هيا ويعطينا المساحه اللي هي بين قصر الثقافه وبين المستشفى 5550 متر بإيجار رمزي جنيه كل سنة لمدة 99 سنة. عملها ابن مصطفى حسين وأعطاها لنا. كان رجل طيب، رجل صالح الحمد لله. فربنا هيا للجمعية إنها تنجح كده، ويبقى لها كذا سيارة دلوقتي 44 راكب غير السيارات الصغيرة، والمدارس الحمد لله شغالة، إعدادي وثانوي وابتدائي وعربي ولغات، والحمد لله. فربنا هيا للجمعية. وظل حسن جود الله يرحمه ويحسن جزاؤه رئيس مجلس إدارة الجمعية، واحنا مختارينه وننتخبه ونجدد الانتخاب لغاية ما وفاه أجله من حوالي 7 سنين أو 8 سنين تقريبا، الله يرحمه ويحسن جزاؤه. والجمعية خدتها الحكومة، ثم رجع سلمتها لنا، ثم رجع خدتها، ثم الحمد لله خدناها، وإن شاء الله يكون بعد 25 طبعا الحمد لله. معانا دلوقتي. معانا، نعم معانا دلوقتي. كل مرافقها، المساجد المساجد كل مرافقها الحمد لله. ايتام كامل مقيمين يعني الاولاد الحمد لله، ربنا اكرمنا. كانت الجمعيه دي فكره الاخ ممدوح الديري الله يرحمه ويحسن جزاؤه، الدكتور ممدوح الديري كان هو صاحب الفكره دي، كان يعمل جمعيه رسميه عشان يزود نشاط الاخوان من خلال الجمعيه. عملنا جمعيه بخاتم الدكتور عمر عبد الرحمن، ومجالها الجغرافي محافظه بني سويف، وبالتالي تشمل جميع المراكز بما فيها المدينه طبعا. فالحمد لله يعني، فكانت خير وبركه الجمعيه الحمد لله. الجزء بقى التاريخي عن الحاج بني سويف، اللي هو التيارات الاسلاميه جوه بني سويف في الفتره اللي حضرتك كنت موجود فيها هنا، والارتباط بيها يعني علاقتها مع الاخوان كان كله خط واحد لغايه ما اخترنا عباس صفي الدين رئيس مجلس اداره المدارس، وانشق علينا الاولاد وطلعوا لهم تنظيم الجهاد. كعباس صفي الدين تبع الحزب الوطني، وازاي تختاروه رئيس مجلس اداره؟ قلنا يا اخوانا ده اسم بس، هو فاضي، ده مدير المشتريات في الشركه بتاعت عثمان نعم، او نائب رئيس مجلس اداره او حاجه، يعني مشغول مش فاضي. بس احنا حاجه شرفيه كده عشان خاطر نسلك بيه حاجات محتاجينها. فطبعا هم ما اقتنعوش بالكلام ده،
وانشقوا علينا وخرجوا. والدكتور عمر برضه لما كان عمر عبد الرحمن لما كان راح السعودية كان عامل ختمين، ختم معاه وختم مع السكرتير، يطبع دفاتر ويجمع فلوس تبرعات وما يرضاش يجي ما يرضاش يسلمها للجمعية، يجمعها باسم الجمعية وما يرضاش يسلمها للجمعية، لأنه واثق إن الجمعية تبع الحكومة وهمه إن الفلوس تكون حرة يتصرف فيها كيف يشاء حسب طرقها الشرعية وما تبقاش تبع الحكومة يعني. فاختلفنا معاه فانشق علينا وانشقوا معاه الأولاد دول، وأصبح تنظيم الجهاد في بني سويف بقيادة أحمد يوسف ومع الدكتور عمر وآخرين ضدنا أو يعني مش معانا، ما أصبحوش معانا، انشقوا علينا. فطبعا كانت نظرهم ضيقة وإحنا ما يعني عبسنا في الدنيا، خدمنا في حاجات كثيرة عشان نسهل العمل. واللي إحنا كنا نجيب فلوس منين نعمل مدارس ونعمل تخت ونعمل سبورات ونعمل حاجات، هنجيب فلوس منين؟ ثم إنه هو جاب لنا الأتوبيس وكان يعني وطبعا كان لما يروح المحافظة عشان خاطر التبرع ولا حاجة لمعونة الشتاء يطلع ب30,000 وإحنا نجمع ب30,000 يمكن 50,000 ولا 60,000. الناس بتاخد الفلوس وما تقدرش تاخد الطوابع، فإحنا مش هناخدها، إحنا ما كناش ندفع فلوس من جيبنا، مش هناخد من الجمعية، مش هناكل حرام يعني. فالحمد لله ربنا هيأ العمل في بني سويف فعملنا المدارس والوصلة ومدارس في الفشل. الدعوة تبع الدعوة ابتدائي واعدادي وحضانات في كل المراكز دي في كل المراكز برضه. وفي طبعا حتى في ناسية عملنا برضه حضانة، وحاولنا كان في الأستاذ المستشار بهاء الجندي له أرض هناك وبتاع وتبرع بيها، بس ما رضيش من الدولة ترخص لنا نعمل ابتدائي واعدادي وثانوي وحاجات دي. كنتوا هتاخدوا كل البلد كفاكم اللي خدتوه، كفاكم اللي عملتوه، كل عاوزين تعملوا كل المراكز يوديكم عاملين حضانة، كفاية الحضانة ما رضوش يوافقوا لنا. فالحمد لله يعني كان من توفيق الله كانت هذه الجمعية كنا بنزاول فيها نشاط الإخوان كاملا، والحمد لله ربنا يتم علينا النعمة وتتم المراحل بتاع التحول الديمقراطي ده بخير، وإن شاء الله يكون إبعاتهم لأخ خيرت الشاطر ويكون محمد مرسي مكانه، يكون إن شاء الله يجي محمد مرسي رئيس الجمهورية ويجيب الشاطر رئيس الوزراء إن شاء الله، إن شاء الله يتم كده، لأن هم ما لهمش، ما فيش حد ليه في البلد في كل القطر إخوان غيرنا إحنا. والحمد لله قرى كثيرة دلوقتي أصبح فيها شعبتين، الميمون فيه شعبتين بابشي 4 الميمون بقت 4 دلوقتي سبحان الله، بعد ما كانت 2 بقت 4 دلوقتي منطقة بس منطقة غير العزب اللي هي حواليها فيها 4 شعب 4 شعب سبحان الله. بابشي كان فيها شعبتين عملتين الثانية. بني سويف بدأت ب5 شعب الحمد لله الحمد لله، فهذا فضل الله علينا الحمد لله رب العالمين. 36 الحمد لله رب العالمين، فهذا فضل الله علينا لله الحمد والمنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق. الحاج محمود كده مع القيادات والأفراد ما ينساش في بني سويف، مواقف ليه مع الحاج حسن، مواقف ليه مع الحاج مغروب بدران، مواقف ليه مع الدكتور بديع، مواقف مع الحاج عطية الله يرحمه، مواقف مع الحاج عبد الحليم عثمان بيحكي عن حضرتك في حكاية فترة جمعية الدعوة أو تأسيس جمعية الدعوة، مواقف كده لها. في جمعية الدعوة كان الحاج حسن الله يرحمه هو يعني عنده سيارة ومتبرع بوقته اللي فاضي كله. كنت أنا كل يوم عارف إنه من الساعة 8 ل 10 أكون منتظر قدام البيت، 8 ل 10 أكون منتظر قدام البيت وكاتب له قائمة مطلوب المرور على كذا، مطلوب المرور على مطلوب كذا مطلوب كذا مطلوب كذا، وداخل النهار أعرف إيه اللي تم في الحاجات دي، ثم أكتب اللي باقي وراحل ثاني يوم وهكذا. فكان الحمد لله كان الحاج حسن ما كانش يتضايق مني ولا حاجة الله يرحمه. فكان أنا عندي عجلة رالي كده، كان ربنا رزقني بمدير في التجارة بنين اسمه سيد عبد العظيم، كان المدير ده لما اعتقلونا في 81 وطلعنا من المعتقل كانوا مشددين عليهم، ففرض على الناس ما حدش يطلع من المدرسة قبل الساعة 12،
فتطبق القرار على كل المدرسين ما عدا محمود. كنت أروح على حصصي وخلص حصصي الأساسي والاحتياطي واستاذن واطلع، مفيش حاجة بالنسبة لي. ليه؟ لأنه هو عارف إن أنا بجري على مرافق الجمعية مستوصفات ولا مدارس ولا حاجات. فكان سيد عبد العظيم بيساعدني. فكان المدرسة كلها 18 فصل وفيها 6 وكلاء، مدير وناظر و6 وكلاء، من ضمن وكيل اسمه شفيق نصراني، ده مخصوص بالدفتر بس الحضور الغياب. يعني دفتر الحضور الغياب له وكيل لوحده، بتاع من الدولة نصراني برضه وكيل الثاني، 6 وكلاء ومدير وناظر، كل المدرسة 18 فصل. فكان وانا طبعا فانا قلت لهم ان انا حصتي باخدها الحساس والاحتياطي خلصتها، يبقى ما استناش، ما تكونش عندي حاجه. فوافق سيد عبد العظيم المدير، وما قدرش النصارى يتكلموا. بل احد النصارى اللي هو كان اسمه ملاك كان بيسالوه عني، قال لهم ده اكفى مدرس محافظ على الدوام، محافظ على حصصه وعلى حاجته وعلى مناهجه، الشيخ محمود وبتاع. فالحمد لله يعني ربنا اكرمنا. كان ال6 موجهين نصارى، الموجهين المواد التجاريه 6 نصارى، وكبيرهم نصراني اسمه عطله، ومع ذلك ما نقص تقدير عن جيد جدا، امتياز جيد جدا، جيد جدا في السنه اللي قلتها. ومع ذلك ما كانوش يدوني اقل من امتياز على طول. الحقيقه الناس يعني كانوا اوفياء، وكانوا يقدروني رغم ان انا ما، يعني كنت طبعا انا اللي بحل لهم المشاكل بتاع المدارس اللي هي فيها تعليم تجاري ومفيش حد راضي ياخدها، اللي هي الزخرفيه والميكانيكيه والفنيه بنات، انا اللي باخدها، فانا احل لهم مشاكل. الحمد لله رب العالمين. فكانت فتره طيبه الحمد لله، ربنا ينفعنا بها في الدنيا والاخره. مواقف مع المرشدين. والدكتور محمد بديع عليه المرشدين كلهم الله يرحمهم احيانا وامواتا، فما كانش لي يعني صله بيهم. مفيش ولا مرشد كده التقيت بيه وقعدت معاه كده اتكلمت معاه؟ يعني ما فيش طبعا إذا كنت في نعمة. عليكم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للأساتذة المرشدون اللي حصل إن يعني كان عمر التلمساني الله يرحمه، كان في مرة الحاج حسن ما كانش موجود، رحت أنا نيابة عن المحافظة، فكان أخذ الرأي على العمل مع الحكومة فكان يا رب على ما أذكر دخول مع حزب الوفد في الانتخابات 87 في مش فاكر 87 كان العام تقريبا 84. فكان رأيي أنا وكذلك الأستاذ محمد حامد أبو النصر كان موجود عدم الدخول مع الوفد، على أساس إن الوفد ده أمريكاني وما يصحش إن إحنا بس. فكان رأي الأستاذ عمر التلمساني وآخرين إن إحنا ندخل على أساس إن ده حزب معترف به ونستفيد بالفترة بتاعة الدعاية، والناس كانت طالعة من مقتل السادات في 81، ناس مكففة الأفواه، محدش بيتكلم، كانت دي فرصة نستغل فترة الدعاية ونتحرك في البلد، فدي مصلحة. فطبعا الرأي الأغلبية وافقت على رأيه، وكان الله يرحمه يعتبر من الناس اللي هم يعني يميلوا للأسلم، وكان من رأيه برضه عدم الصدام مع الحكومة بأي حال من الأحوال، إن إحنا مش من مصلحتنا إن نصطدم بالحكومة. لعمر التلمساني الله يرحمه عشان جزاء. فده كان موقف كنت أنا من ضمن اللي كانوا رافضين الدخول مع الوفد، وكان برضه محمد حامد أبو نصر كذلك. لكن مع ذلك لما طبعا
الرأي الأغلبي وافق وخلاص يبقى خلاص يعني. احنا مبيعين على المنشط والمكره، سواء حد تحبها حاجة ما تحبهاش. كنت أنا هنا ماسك لجنة هنا في الحديث 80 لجنة انتخابات، وكان محمد حمد وناصر في أسيوط في لجنة رئيس مع النصراني كان رئيس جمال حبيب سعد، جمال أسعد أسعد جمال أسعد مش عارف مين أسعد. كان هو اللي يعني على كان يعني مع ذلك يعني. فطبعا احنا بيعنا المنشط والمكره، ف يعني ما دام الغالبيه وافقت خلاص الشورى، والشورى خلاص الغالبيه وافقت خلاص يعني. ف مصطفى مشهور الله يرحمه ويحسن جزاؤه، كنت احيانا يصل خلاف بينه وبين الحاج حسن في الخطب ولا في حاجه كنت اخطب يعني، اقول انا مؤمن بينا نخاف ربنا عليه، فكان يخاف هو على الجمعيه فيزعل. فالمهم اختلفنا وحكمنا الاستاذ المرحوم مصطفى مشهور الله يرحمه. فيعني بقي الحاج حسن رئيس الجمعيه وانا اعتبر رئيسه الاخوان بالنسبه للمكتب هنا يعني. ففتره ما طالش يعني. برضه احنا لما رخصنا الجمعيه كنت انا نائب الحاج حسن، نائب رئيس مجلس الاداره، بس كان هو الله يرحمه في ناس يقبلها جايه من عند المحافظه وكده يقبلها ما تتوفرش فيها الشروط بتاع القبول للاطفال يعني. فانا كنت يعني كنت قررت ان ما يكونش قبول الا بموافقه مجلس الاداره. كان زعل مني طبعا لما انا اتخذت القرار ده وكان غايب وجه. فرجعت انا سبت مجلس الاداره ده وما حبش امسك فيه يعني. انه كان برضه الله يرحمه كان اخ طارق مرزوق رئيس المكتب توفى الله يرحمه من فتره 10 سنين ولا حاجه قبل الحاج حسن، فكان مريض. ولما توفي الحاج حسن قال لي خلاص انت تمسك المكتب وتلم الاخوان، وبدل ما قلت انا ما اكونش انا اخشى ما اخسر المسؤوليه. تمسك مكتب ايه؟ إداري. مكتب اداري يعني. مسؤول مكتب إداري يعني انت مسكت مسؤول مكتب اداري؟ ما رضيتش، لا ما رضيتش، رفضت. قلت انا اخشى ان انا ما اقصر المسؤوليه، مع ان مسؤول مكتب اداري ولا بد يغير على المراكز كلها طبعا وعلى الشعب كلها، وانا ما اقدرش اتحمل المسؤوليه. فقلت البركه فيك انت يعني. ان هو قاعد مكتب رشاد طبعا، فما ينفعش يكون رئيس مجلس اداره مكتب اداري كمان يعني، يكون مكتب اداري رئيس واحد غيره. فانا طول عمري بكره المناصب دي، ما بحبش يعني اكون منصب رسمي، انما اشتغل كده لله وقوم حتى لله برضه المناصب. ايوه ما هو لله، بس يبقى مسؤوليه. لكن انت قصرت ولا وفيت يعني. فانا كنت اخاف من المسؤوليه، فالحمد لله. اما محمد بديع فكان نائب رئيس مجلس الاداره وكان وكيل الجمعيه لما كان هنا ببني سويف، بعد انا رحت اليمن بعد ما غبت انا، فهو كان يعني يعتبر قريب مننا، بس انا ما احتكش بيه شخصيا الله يعافينا ويعافيه ويتقبله ويوفقه. كنت طبعا تعرف عنه اكثر من ما اعرف انا عن اختي. ما في تقريبا يعني ما فيش يعني من المرشدين حد اتخذ بيه او عاشته ولا في السجن يعني. كانوا جابوا لنا عمر التلمساني كان واخد 15 سنه في 54. لما خلصهم 69 جابوه معتقل طور السياسي على اساس اعتقال ما فيش افراج يعني. خلص 15 سنه جابوه معتقل السياسي. فكان الله يرحمه ويحسن جزاؤه في السجن يعني في نفسه برضه يعني. هو ما كانش يحب شهرة قوي، فليه مصلى كده لوحده يفرشها في صلاة الجماعة، ليه مصلى يصلي عليها خصوصا كده. كان يتكسر ياكل مع حد الله يرحمه. كان يستحي، كان عنده حياة كبيرة الله يرحمه. فدي تقريبا المعلومات عنه الله يرحمه. كان يعني أهم حاجة فيه إن هو من ضمن برضه كان الأولاد اللي هم السلفيين أو اللي هم بيدعوا السلف دول وبيهاجمونا ما تصطدموش بهم أبدا، ونصبر ونحتسب إحنا لأن المصر ليس من المصلحة لا صدام بيهم ولا صدام بالدولة،
بالحكومة يعني. فكان الله يرحمه عمر التلمساني يعني كان هو طبعا عشنا معاه لغاية ما طلعنا في 71 سنتين تقريبا في معتقل طول السياسي من 69 ل 71. إذا كنت في فالحمد لله يعني نسأل الله حسن الخاتمة. يعني أخوكم دلوقتي ماشي في 82 سنة، فالحمد لله يعني كرمنا ابتلاني بمرض من 3-4 أشهر كده ولا حاجة، فمش كده السند على عصاية، فرجلي أصبح زي ما تكون مكتفة، فالحمد لله يعني. والرئة برضه عملوا كذا أشعة مقطعية وأشعة المسح الذري على العظام كلها وحاجات كثيرة، وأشعة برضه مقطعية بأخذ حقن عشان عينات من ورم متوهمينه في الرئة. فوق يا بنتي، فوق يا اختي. فالحمد لله يعني الأشعة المقطعية دي مع أخذ الغرز الحقن دي كانت شديدة جدا جدا، ولكن ربنا يتقبل نحتسبها في وجه الله فالحمد لله يعني. كانوا عاوزين يحولوني على علاج كيماوي ولكن دكتور رئيس وحدة التشريح الصدري ووحدة الصدر في القصر العيني قال لنا يعني ما دام انت ما عملتش الاورام ولا حاجه، روح سمعت اورام ولا شفتش اورام ولا حاجه، ما فيش داعي للعلاج الكيماوي ويضر اكثر مما يفيد. فالحمد لله يعني ما رضيتش اخذ العلاج الكيماوي ده، واخد علاجات بسيطه كده هوت عشان خاطر بس امشي كويس. شايف حاجه؟ حاجات بسيطه كده الحمد لله رب العالمين. طيب عايزين نصيحه للاخوان. نصيحتي للإخوان العمل المتواصل، الأخ بقدر ما يطيق يعمل لله تبارك وتعالى، وينوي كده إن هو يعمل لغاية ما يلقى الله تبارك وتعالى مهما طال به العمر، وبقدر ما يطيق يعمل لصالح هذه الدعوة ويدعو غيره، وتحت أي ظرف وتحت أي وجود أمني أو غيره، فيكون عمل بقدر ما يطيق لله تبارك وتعالى، ثم توثيق الصلة بالله تبارك وتعالى، محاولة الحفاظ على قيام الليل، الصيام الاثنين والخميس والثلاثة البيض خصوصا الشباب، خصوصا الذين لم يتزوج بعد، يعني نحاول نوثق الصلة بالله تبارك وتعالى حتى يدفع عنا وحتى يعافينا وحتى يثبتنا وحتى ينصرنا تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنصيحة الإخوان وخاصة الشباب العمل المتواصل مع الله تبارك وتعالى، خصوصا قيام الليل. لأن كنا في الخمسينات لما يجد من ما نقعدش أخ من الإخوان العاملين إلا إذا قام الليل، لازم يقوم الليل عشان نعتبره أخ من الإخوان العاملين. ما قامش الليل يبقى أخ كده عادي، ما مش من الإخوان العاملين. إنما الإخوان العاملين لابد من قيام الليل. فنصيحتي ثم طاعة الوالدين ما أيا كان وضعهم، والبر بهما، ومحاولة الحفاظ على أكبر قدر ممكن من القرآن الكريم يحفظه، ثم السنة الصحيحة من الأحاديث أيضا، ثم اللغة العربية، حتى إذا ما تكلم في الناس يتكلم بلغة عربية صحيحة، يعرف هذا الكلمة هو فاعل ولا مفعول ولا مفعول مطلق ولا كذا، وهكذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طب هو في الفترة اللي فاتت كانت في مشاكل هنا في بني سويف، أو سمعنا إن في مشاكل. حقيقة المشاكل دي هل حقيقة ولا كانت إعلام زود فيها؟ مشاكل الرئاسة والتأييد وأبو الفتوح وحاجة زي كده. وقيل أن عدد من الإخوان أو منسوبين للإخوان، أيوة، من ضمنهم ابن الحاج حسن الله يرحمه، شاب اسمه طارق. ليس من الإخوان. لا هو حاليا منسوب سابقا. لا سابقا ممكن من الإخوان. منسوب للإخوان. فصل.
منسوب للإخوان يعني. هو وأبو زوجته إنه الحاج حسن عنده من ضمن الحاجات اللي تتميز بها الله يرحمه إنه عنده 4 صبيان 4 رجال زواجهم كلهم بنات الإخوان. فطارق ده واخد بنت الحاج الشيخ رزق عفيفي برضه كان معانا مدير المدرسة أو ناظر المدرسة وكان انتسب للإخوان برضه. فهو وآخرين قال إنهم أيدوا عبد المنعم أبو الفتوح رغم أن التعليمات من الإخوان كما أعلم أنه يعني هو خرج على الإخوان وفصلوه فما صحش يعني. فما أعرفش يعني إيه اللي حصل يعني إيه اللي حصل بالضبط. عملوا توكيلات فعلا وأيدوه ولا لا. يعني ربنا يصلح حالهم. هم ينتسبوا للإخوان لكن أما في الشيخ زين أبو السعود ده عمره ما كان في تنظيم الإخوان إنما يعتبر محب للإخوان بس مش من الإخوان يعني. قال من ضمن الناس برضو اللي هي أيدت أو حاجة أو عمل توكيل الله أعلم كان عمل ولا ما عملش الله أعلم. أنا سمعت بالحكاية دي بس سمع لكن ما حد خاطبني فيها ولا حد يتكلم معايا فيها. هم جم على المواقع في النت وعملوا حديث صحفي وقدموا التوكيلات وفي الشهر العقاري وخدوا معاهم أحاديث يعني الكلام ده حدث يعني فعلا مش أنا سمعت بس إنما ما تحققش منه. ربنا يصلح حال الجميع ويوفقنا ما يحب ويرضى. في نهاية هذا اللقاء الطيب والمبارك لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمود الأسيوطي على هذه الذكريات الجميلة في جماعة الإخوان وأدام الله لك الصحة والعافية. اللهم آمين. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا. فرض عين عليك في 4 دوائر هقول لك عليهم. 4 دوائر. أهلك قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. الحقوا عليك أبوك وأمك وأخواتك وزوجتك مش دول أهلك؟ المفاهيم الشوية اللي احنا فهمناها في ساعة دي ما تقدرش تفهمها لهم.